السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ يارا فود. هنعمل الكوبيبة الغمراوي. شفت لها فيديوهات كتيرة جدا ومنها الفيديو بتاع أم جنى، دايما بتعمل الكوبيبة دي، فقلت لازم أجربها. أول مرة أعملها وطلعت تحفة حلوة جدا. هي نفس فكرة كفتة الرز، ولكن دي تختلف في التسوية، وكمان الرز بتاعها بيكون كتير شوية عن كفتة الرز. يلا بينا نعملها مع بعض. أول حاجة معايا هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وعليهم نص كيلو من الرز والخضرة، ومعايا الثوم والبصل واللحمة المفرومة. هبدأ ان انا افرمها تاني، بنزلها في الكبة كده وافرمها تاني لحد ما تنعم خالص وتتعجن مع بعضها كده. بعد ما فرمت اللحمة وبقت جاهزة معايا، شايفين شكلها وبيكون كده اللحمة بتكون متسمغة كده ومعجونة كويس. هنقل اللحمة دي في بولة تانية، والخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا اطحن الرز. معايا هنا نص كيلو من الرز مغسول ومتنشف كويس. هبدأ ان انا اطحنه نص طحنة بس كده، بحيث ان الرزاية تتكسر، مش عايزاها تنعم خالص. الكوبيبة دي بيكون الرز فيها باين، بخلاف الكفتة الرز اللي بنعملها بيكون الرز بتاعها مطحون خالص، بيكون بودر كده. ولكن الكوبيبة دي الرز فيها بيكون باين خالص كده في قطعة الكوبيبة. وهنا بعد ما ضفت الرز كده في الكبة مكان اللحمة، هبدأ ان انا اديها فرمة بسيطة كده بحيث ان الرزية تتكسر بس. وهكمل كمية الرز اللي معايا كلها كده. بعد ما جهزت اللحمة وفرمتها كويس والرز كمان طحنته نص طحنة كده، هبدأ ان انا انزل بالثوم. معايا هنا حوالي 5-6 فصوص ثوم، وعليهم بصلة كبيرة هقطعها كده، وعليهم الخضرة هنا بقدونس على شبت على كزبرة. وهبدأ ان انا اضرب كده كله مع بعضه لحد ما اخلص كمية الخضرة اللي معايا كده. بعد ما كل حاجة انضربت لوحدها، ضربنا اللحمة لوحدها والرز والخضرة مع البصل والثوم، كل حاجة جاهزة كده، بضيف كل ده على بعضه. وهبدأ ان انا ارجعه تاني على الكبة، وببدأ افرم كله على بعضه كده، الرز على اللحمة على الخضرة، وفرم كده لحد ما تنعم معايا وتكون معايا عجينة متماسكة كده. هديها فرمتين ورا بعض لحد ما تكون معايا عجينة متماسكة، وابدأ ان انا انزل بالتوابل. معايا هنا ملح وفلفل وكمون. وبعد كده نعملها معاملة العجين ونعجنها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ بقى في التشكيل على طول. معايا هنا طبق فيه زيت، بعوز ايدي كده من الزيت عشان العجينة دي بتلزق شوية. وهبدأ ان انا اكورها كده وابططها زي ما انتم شايفين، بتكون قرص كده رقيق. وحبات الرز طبعا بتكون باينة في الكوبيبة، خلاف كفتة الرز وكده. بعد ما خلصت الكمية كلها شايفين ما شاء الله، هبدأ بقى اجيب حلة كده على النار وانزل بالزيت. ومعايا هنا فص ثوم واحد، هبدأ ان انا افرمه كده واحمر فص الثوم ده يصفر بس كده، ما يحمرش كتير. وبعد كده هنزل بالصلصة واكون محضرة الشوربة، ولو ما فيش شوربة نقدر نضيف المية، ولكن الافضل تكون شوربة. هبدأ ان انا بقى اصفي الشوربة بتاعتي كده على الصلصة واسيبها تاخد غلوة. وبعد كده معايا الكوبيبة اللي عملتها، هبدأ ان انا ارصها في الحلة كده في الشوربة. زي ما انتم شايفين برصها كده دايرة، واسيب الوسطانية بتاع الحلة كده فاضية. هتبان لما اجي اعمل الطبقة اللي فوق هتبان اكتر. زي ما انتم شايفين كده بحاول ان انا ارص الكوبيبه كده، راس الكوبيبه دايره كده، والوسطانيه بتاع الحله بتكون فاضيه زي ما انتم شايفين. واسيبها بقى تستوي في الشوربه والصلصه دي. وما تنسوش الشوربه يكون فيها الملح والفلفل بتاعها كده ظاهره معاكم اكتر. لما عملت الطبقه اللي فوق زي ما انتم شايفينها كده، ببدا ان انا ارص الطبقات فوق بعضها دايره كده، وهزود الشوربه تاني. الشوربه تكون مغطيه الكوبيبه كده، وهغطيها بقى واسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي. هي كده الكوبيبه جاهزه معايا واستوت ما شاء الله. هبدأ ان انا بقى اقدمها في الاطباق، حاجة كده تحفة الصراحة، مختلفة خالص عن كفتة الرز. طعمها حلو جدا، كان اول مرة اجربها ولقيت طعمها تحفة الصراحة. انصحكم تجربوها، حلوة جدا ما شاء الله وموفرة كمان. عملنا الكمية دي كلها من ربع كيلو لحمة، ما شاء الله طلعت كمية حلوة جدا. زي ما انتم شايفين الحلة دي كلها من ربع كيلو لحمة بس، طعمها تحفة جدا وحلوة جدا ما شاء الله. انا كل ما اجي افتح فيديو لأم جنى الاقيها شغالة في الكوبيبة، يا اما بتاكل الكوبيبة يا اما بتتكلم عنها يا اما بتعملها. فالصراحة شكلها يشهي جدا، فقلت لا لازم اجربها، وجربتها، وده كانت اول تجربة ليا
وطلعت تحفه جدا، عجبتني ما شاء الله، طعمها حلو جدا. وانا هنا ما ضفتش بيكربونات الصودا، بيقولوا ان هي بتخلي الكوبيبه متماسكه كده وما تفكش، ما ضفتهاش خالص. وقطع الكوبيبه زي ما انتم شايفين متماسكه وما فكتش ولا اي حاجه، وقطعه الكوبيبه طالعه من الحله قدامكم كده، ولا لازقه ولا فكه ولا اي حاجه، مظبوطه جدا. قطعه الكوبيبه زي ما انتم شايفين متماسكه وحلوه جدا ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم بقى الطعم حلوه جدا. الوصفه دي سهله جدا وموفره كمان ما شاء الله، لازم تجربوها. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.